الاعلام المغربي يستعمل كثير الدعايه وليس الاعلام. نعطيك على سبيل المثال، كانوا يتكلموا كثير على المنشآت والملاعب. حتى كثير هنا من البلاطوات انا في الجزائر أنا كنت نشوفهم مره في الفيديو 3 دي، معناتها يعني تصاميم ليست بملعب. شوف اللي عندهم، امنوا باللي عندهم كي الحقنا للصح في كاس ملعب واحد ما عندهمش. انا والله سيدي الا بغيت نعرف واش كيهضروا بصح، زعما كيهضروا متيقنين من راساتهم، او كيبردوا الحر على راساتهم. الفيفا جات براساتها ودارت المقر في العاصمه في مدينه الرباط، دارت المقر نتاع الفيفا قالت لك اودي المغرب غادي ينظم كاس افريقيا وكاس العالم. يعني متيقنه الفيفا، عارفه واش كتقول، لان عارفه المغرب او عارفه المملكه المغربيه كتوفر على منشات رياضيه ب كما كيقولوا شي حاجه جوده عالميه، مواصفات عالميه. ويجيك مربع الراس، يجيك العالم الاخر يقول لك المغرب ما عندوش المنشات الرياضيه، المغرب غير جاهز لتنظيم كاس افريقيا، المغرب لا يتوفر على ملاعب، الملاعب تاع المغرب فقط عباره عن فوتوشوب فقط، الملعب بالذكاء الاصطناعي وما يكملش. هو العالم كامل كيشهد على ان المملكه المغربيه كتوفر على ملاعب عالميه بمواصفات عالميه. الا العالم الاخر نهار كامل هما يديروا التحديد، نهار كامل هما يفصلوا كي بغاو نهار وبرا حتى واحد ما مسوق لهم. والله العظيم حتى واحد ما مسوق لهم، غير راساتهم يفصلوا ويخيطوا كما بغاو. وهذا ملعب تاع طنجه، هذا فقط غير ملعب، هذا غير ملعب تاع طنجه. يعني نسكت انا كاع ما نهضرش، هذا الملعب يجاوب الاعلام الجزائري والو، راه ما تسمعش من عندهم كلمه زوينه، والله ما تسمعها من عندهم. علاش؟ لان المغرب هرب عليهم في البنيه التحتيه، هربنا عليهم في الملاعب الرياضيه، هربنا عليهم في المستشفيات، هربنا عليهم فاش ما بغيت في السياحه، هربنا عليهم اقتصاديا وسياسيا وما الى ذلك. وراه هذا هو علاش كيخرجوا بهاد الهرطقات، هادو علاش كيخرجوا يخرطوا على الشعب، والشعب نتاعهم كيتيقهم. ولو انهم شايفين الملاعب نتاع المغرب، وعارفين البنيه التحتيه في المغرب، وعارفين بان راه الفيفا ما عطاتك دير كاس افريقيا وتنظم كاس العالم الا راه عندك بنيه تحتيه وعندك منشات رياضيه وعندك يعني راك جاهز 100%. وهما يقول لك اودي المغرب ما عندوش ملعب واحد، ما كايناش. وراه صعيب حتى باش تشرع لهم صعيب. هما عارفين بان المغرب فيه من احسن الملاعب العالميه، هما عارفينه، ولكن راه ما يقولوها لكش. هاد الهضره هادي راه ما كيقولوهاش لينا، هاد الهضره كيوصلوا رساله للشعب باش يبردعوه. وهذا الشيء حنا راه كنعرفوا ان الاعلام الجزائري راه هذه هي حالته، يهضر في المغرب باش يبردع الشعب ديالو. قال لك المغرب ما عنده حتى ملعب، المغرب لا يتوفر على المنشآت الرياضيه. راه تشرحها له بالخشيبات، ومع العلم انهم عارفين اننا يعني سابقينهم بالاف السنين فاش ما بغاو، ولكن ما يقدرش يقولها. هاد الهضره هادي يهضر في المغرب باش يوصل الرساله لذاك الشعب المبردع، يقول له بدي شوف راه احنا قلناها كاع في القنوات التلفزيونيه، راه المغرب ما عنده والو، وهما اللي عندهم كلشي، وهما اللي ما عندهم والو. تجيك انت الفيفا دير لك مقر نتاع الفيفا، تحطوا لك هنا في الرباط في العاصمه، عرف بانك قوي. تجي الفيفا تعطيك تنظم كاس افريقيا وكاس العالم، عرف بانك قوي في كل شيء. ولكن الاعلام تاع خبله هذاك الجزائري، الاعلام تاع الزيكو هادشي اللي طال. وهذا غير ملعب تاع طنجه يتكلم على راساته، يعني اصبح جاهز لتنظيم احسن التظاهرات الكرويه العالميه، لا هو ولا نتاع الرباط وانت يا غادي. اذا تقريبا راه المملكه المغربيه تقريبا راه عندنا الملاعب عالميه بمواصفات عالميه، اللي الاعلام الجزائري ضروا راساته كيفاش في واحد الوقت وجيز، بواحد الوقت ضيق، ان المغرب انهض بالمنشآت الرياضيه واللي اصبحت تنافس المنشآت الرياضيه العالميه. هذا هو اللي ضارهم. هذا هو علاش ما يقدرش يقول لك اودي راه المغاربه جيراننا ملاعب ما شاء الله، والله ما تسمعها من عندهم ولو كانت تموت. ولكن غير يخرجوا لك بحال هكذا، ايوا راه ما تسمع.
الملاعب فوتوشوب، الملاعب بالذكاء الاصطناعي ما توجدش. واحد هذا قال لهم بدي كاع لا يتوفر على حتى ملعب، ما عندناش حنا كاع هذوك اللي كنبينوا غير تصابر. هذا ملعب تاع طنجة ماشي ملعب تاع طنجة، هذا البرنابيو هذا. وكما قال سيدنا الله ينصر، اللهم كثير حسادنا، اللهم كثير حسادنا، لان راه ملي كيكون عندك الحساد راك كتزيد، ربي كيعطيك واحد القوه باش تزيد تخدم، باش تزيد للامام. هما كيهضروا علينا بقاو جالسين بلاصتو. واش هذيك ملاعب عندهم في الجزائر؟ تحشم كاع والله الا تحشم تقول هذيك ملاعب في دوله البترول والغاز، ملاعب في القوه الضاربه. واش هذوك ملاعب هذوك؟ كارثه كارثه. وما يهضروش على داك الشيء اللي خاصهم هما، لا يهضروا على جيرانهم. ما يقولكش راه الملاعب تاع الجزائر فضيحه داك الشيء كارثه، لا يهضر لك على الملاعب نتاع جيرانهم اللي ملاعب مواصفات عالميه. وها هو ملعب طنجه كما قلت لكم يتكلم على راساته، ملعب ما شاء الله، ملعب يعني شي حاجه خمسه وخميس علينا بهذا المعنى هذا، خمسه وخميس علينا. وتحيه للسيد فوزي القجاع، اللي الرجل المناسب في المكان المناسب، اللي نهض بالكره المغربيه وصلها للعالميه. اذا قلنا العالميه راه صحيح العالميه، يعني تحيه ليه من هذا المنبر هذا، الرجل المناسب في المكان المناسب، السيد كيخدم. يعني شفنا تغيير كبير لا في كرة القدم المغربية، شفنا تغيير كبير لا في الملاعب أو المنشآت الرياضية، يعني شي حاجة ما شاء الله. وخير دليل هو ملعب طنجة، ملعب الرباط شفناه، ملعب مراكش كنعرفوه، وزيد خلي اللي راه عاد كيتبنى وخلي راه كيتصاوب عاد. إذن الإعلام الجزائري ولينا عارفينه أنه لا يتكلم على ما يخص داخل بلاده، لا هو دائما يخلي المشاكل نتاع بلاده، وباش يغطي المشاكل نتاع بلاده يتكلم على مشاكل جارو، باش هذاك الشعب المبردع. لان بلا اصلا داك الشعب كيتيق، اصلا داك الشعب كيتيق هاد الخروط تاع الاعلام الجزائري. واش غادي يدير؟ اذا دائما تحيه كبيره والشكر الكبير لسيدنا الله ينصره هو الرياضي الاول، وتحيه كبيره للسيد فوزي القجاع اللي عذب دوله على قدها، عذب دوله على قدها، وناض بالكره المغربيه. يعني نوضه خطره وحده. راه شفنا كيفاش كره القدم تبدلت في المغرب، راه تحولت واحد 360 درجه على ما كنا كنعانيوه هذه شحال. واليوم ما شاء الله يعني كلشي متوفر، كلشي موجود، خاص غادي يخدم ويعطي المقابل لهذا البلاد هذا. ولهذا كنقولوا عاش الملك، وشعارنا الخالد الله الوطن الملك. وتحيه للسيد فوزي القجاع، وتحيه للسيد فوزي القجاع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتحيه لجميع المغاربه الحرار. ونلقاكم فيديو جديد ان شاء الله.